ربنا سبحانه وتعالى خلق كل واحد فينا نسخة يونيك ونسخة فريدة ومميزة عن التاني. يعني كل واحد فينا شاطر في حاجة معينة وكل واحد فينا قوي في حتة معينة. احنا للأسف كلنا تربينا على ان احنا نركز على نقاط ضعفنا مش نقاط قوتنا. بدليل لو واحد ناجح ومتفوق مثلا في 6 مواد وجايب فيهم 100% وفي مادة جايب فيها 70%، هيسيب كل المواد اللي هو شاطر فيها وهيركز وهياخد دروس وهيعمل كل حاجة عشان يحسن نفسه في المادة دي. طبعا مع اختلاف المثال هنا، لان التعليم ده كلنا بيعمل لنا ستريس في حياتنا وبنبقى عايزين نجيب فيه احسن حاجة. انا بس بحاول اقرب لكم بمثل شوية عشان تفهموا قصدي. احنا مش بنعمل كده بس في التعليم، احنا بنعمل كده في كل حاجة تانية. حتى في العلاقات تلاقينا مش باصين على نقاط قوة او مميزات الشخص اللي معانا، ودايما باصين على نقطة ضعفه. مع ان احنا لو ركزنا في نقاط قوتنا هنبقى في حتة تانية خالص وهنبقى اقوى بكتير، لان ربنا زي ما قلت مش خلقنا شبه بعض. ربنا خلقنا كل واحد فينا عنده حاجة قوي فيها. اسأل نفسك انت شاطر في ايه؟ اسأل الناس اللي حواليك اللي قريبين منك جدا، هل انت شاطر في ايه؟ ممكن تكون واحد شاطر مثلا في الرسم، عنده موهبة معينة في الكلام مع الناس، عنده موهبة بيعرف ينظم الوقت، بيعرف يحلل بيانات. كل دي نقاط قوة لو اشتغل عليها واستثمر فيها هيبقى في حتة تانية خالص. لأن نقاط قوة من غير استثمار هيبقى ملهاش أي لازمة، هتبقى قوة عليها تراب مركونة على الرف مصدية، مش هتعرف تعمل بيها حاجة. فمعادلة نقاط القوة هي نقطة قوة زائد استثمار هتبرع بيساوي قوة. فاسأل الناس اللي حواليك، شوف انت شاطر في ايه، شوف انت قوي في ايه. في شركة أمريكية اسمها جالوب، الفاوندر بتاعها هو دونالد كليفتون. هو اشترى كومباني كانت بتاعت ريسيرش وهو اشتراها في 1988. ودونالد كليفتون شغال على الموضوع ده من بعد الحرب العالمية الثانية، يعني هو بقاله سنين وسنين شغال في الموضوع ده، وقدر يعمل ريسيرش وسيرفيز واكتشف ان الناس اللي شغالة بناء على نقاط قوتها وشغالين حاجة بيحبوها وهم شاطرين فيها أسعد وأقوى 6 مرات من الناس الطبيعيين العاديين. وشركة جالوب دي بتعمل اسسمنت، هحط لكم اللينك بتاعها في أول كومنت، ممكن تدخل عليها وتعرف ايه نقاط قوتك. انت محتاج أول 5 من نقاط القوة دول، هيبقوا أهم 5 نقاط قوة وأقوى نقاط قوة عندك تبدأ تستثمر فيهم. خد الاسسمنت واقراه كويس، وممكن تاخده بالعربي او ممكن تاخده بالانجليش على حسب انت بتفضل ايه، وهتقدر تحدد بناء على الاسسمنت ده انت قوي او انت شاطر في ايه. لان كتير جدا بيكون عندنا نقاط قوة معينة واحنا مش عارفينها عشان احنا مش مستثمرين فيها. هتقول انا مش حاسس ان انا شاطر في حاجة، مش حاسس ان انا قوي في حاجة، بس في الحقيقة لا، مفيش حد ما عندوش نقاط قوة، بس في فرق بين حد بيستثمر فيها فبيبرع وحد مش واخد باله منها فمش بيبقى شغال عليها.